برولاكتين هرمون الحنان اللي محتاج توازن. في لحظات الأمومة لما الطفل بيرضع من صدر أمه يبدأ جسمها يفرز هرمون معين اسمه البرولاكتين. الهرمون مش بس مسؤول عن إنتاج اللبن لكنه كمان رمز داخلي للارتباط والحنان الرعاية، لكن زي أي شيء في الجسم لو زاد عن حده ممكن يقلب موازين كتيرة في حياة المرأة، خصوصا لما ما تكونش حامل أو مرضعة. إيه هي وظيفة البرولاكتين؟ تحفيز الغدد اللبنية لإنتاج اللبن بعد الولادة، لكن له دور كبير في تنظيم الدورة الشهرية بشكل غير مناسب لأنه بيأثر على الهرمونات التناسلية زي الاستروجين والبروجسترون. طب لما نسبته تزيد اللي بيحصل اضطرابات في الدورة الشهرية، تأخر الحمل أو عدم انتظام التبويض، خروج بسيط للبن من الثدي حتى بدون حمل أو ولادة. أحيانا بيسبب صداع أو مشاكل في الرؤية إذا كان السبب ورم صغير في الغدة النخامية. إيه أسباب ارتفاع هرمون البرولاكتين؟ التوتر النفسي، استخدام أدوية معينة زي مضادات الاكتئاب، أو مشاكل في الغدة النخامية زي تكوين ورم في الغدة النخامية، أحيانا النوم القليل أو حتى فحص الثدي المتكرر. إزاي نعرف ونطمن؟ تحليل بسيط في الدم بيكشف مستوى هرمون البرولاكتين، لو النسبة مرتفعة طبيب بيطلب تحاليل إضافية أو أشعة إضافية علشان يحدد السبب. في حالات كتيرة علاج بسيط بالأدوية بيرجع النسبة لمستوى الطبيعي. لكن خليني أقول لك حاجة مهمة، البرولاكتين مش عدو، ده هرمون طبيعي ربنا جعله وسيلة للتواصل العاطفي والجسدي. المشكلة مش في وجوده لكن في زيادته بدون حاجة. في النهاية الفهم بيقلل القلق، كل معلومة المرأة بتطمن عن جسدها هي خطوة أقرب للسلام الداخلي. لما نعرف جسمنا نقدر نعتني بيه بوعي بدون خوف